السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا يا جماعة، أتمنى منكم إنكم تسمعوها للآخر لأننا فعلا هنستفيد. أنا قاصد منها إن احنا نوصل لأربع نقاط معينة، وهم كلهم هيصبوا في بوتقة واحدة اللي هي العنوان: ليه أقوال مش أفعال. هنبتدي بأول فيديو وبعد كده نرجع لحضراتكم. بس أنا بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مية من مصر، واللي عايز يجرب يجرب. تمام، خدنا الكلام في اول نقطه نتكلم فيها عن سد اثيوبيا، وانا مش برجعكم لورا عشان ما تقولوش انت جاي اتكلمنا عن سد اثيوبيا، لا، لحد ما نوصل لكلمه ليه اقوال مش افعال في كل حاجه. لما جت اثيوبيا تبني السد حصل بينها مناوشات كثيره بينها وبين مصر، وانا يعني ايه عشان ما اطولش في الكلام، اعتقد ان حضراتكم فاكرين الكلام ده كله. احنا قلنا لازم ناخد احتياطاتنا، واكثرنا من بناء القواعد العسكريه. كمان وصلت القواعد العسكريه على الحدود المصريه السودانيه، وكمان دخلنا عملنا قواعد عسكريه داخل السودان نفسها علشان نحمي حدودنا، وده شيء كويس. مش يعني لحد الان احنا ما بنعترض، زي الرئيس ما قال محدش هيقدر ياخد نقطه ميه من بلدنا. طيب حلو يا ريس، والكلام جميل واغاني وطنيه، وانا يا حبيبتي يا مصر يا مصر، والأناشيد الوطنية، وبدأ الشعب المصري يقول احنا عندنا القيادة السياسية الحكيمة. لا، أنا لا أشكك فيها، ولكن هو أكثرنا من قواعد من بناء القواعد العسكرية على أساس نحمي حدودنا، وده حقنا، ونحمي مياه النيل، وده حقنا. دي مياه بتشرب 100 مليون مواطن أو 110 النهاردة مليون مواطن، داخلين على 110 مليون مواطن على حسب الإحصائية الموجودة. العطش في الدنيا. نقطة المياه هي الحياة، زي ما اتعلمناها كده في الابتدائي. أكثرنا من الحديث قوي في الموضوع ده، في موضوع بناء السد، وإن مين هيبني السد، ومحدش يقدر يبني السد. حرب التصريحات والحرب الكلامية لا تتوقف. هم ما اتكلموش كتير. يعني أنا أذكر فيديو مثلا زي ده، نسكت احنا؟ لا، ما نسكتش، من حقنا ان احنا نرد وندافع. فطلع الاعلام بتاعنا عمل حمله كبيره جدا، مش عايز اقول حمله ممنهجه لان ده حقنا ان احنا ندافع عن المياه. ليس تهديدا كلاميا. القوات تتقدم يا اثيوبيا، والجيش المصري على الابواب. ولكن صرصرنا كثيرا باللي احنا غالبا ما عملناهوش، اللي هو ايه، بدأنا نبين الصاروخ. انا طبعا لا اتذكر يعني عشان ما افتيش في حاجه انا مش فاهم فيها. صاروخ GDA، والصاروخ اللي هو عابر القارات، وده اللي يقدر اللي هو يكسر الخرسانه، وده يعمل مش عارف ايه. في اثيوبيا ولا في دماغها اي حاجه، هي قالت كلامها وخلصت الموضوع، ومباحثات دوليه، عقد مؤتمرات عاجله دوليه ومفاوضات، ووزير الخارجيه سامح شكري راح وسامح شكري جه، وقعدنا في مواويل كبيره لحد ما جه ميعاد. ده كان عدى ميعاد الملء الاول كده، لحد ما جه ميعاد الملء الثاني. طيب احنا هنعمل وهنخلي وبتاع، ورحنا عملنا مناوره مشتركه مع السودان، وهي الاكبر في تاريخ القاره، مش بس على مستوى البلدين، اللي هي مناوره حماة النيل. كلفتنا كتير جدا المناوره ديت، من ذخيره الدوله ومن الصواريخ ومن حد تاني يطلع يقول، عشان بس ما حدش يقول عليا ان انا ايه معارض للكلام ده، لا، انا مؤيد بيه، ولازم ان احنا نتصرف ونعمل، بس المهم ان هو يؤتي بثمار. فاحنا ما شفناش اي ثمار اتت بالكلام ده، وبالفعل بداوا الملء الثاني، وبداوا الملء الثالث، مش بس كده، وبداوا الملء الرابع، وفجاه اتفاجئنا ان في سد الاثيوبيا موجود، وحجزت المياه وخلصت الكلام وانهته. هم قالوا كلام ونفذوه، احنا قلنا كلام. فهنا هنرجع لنقطة أقوال لا أفعال اللي أنا ابتديت بيها، وده هيسحبنا لنقطة تانية: جنودنا. نيجي بقى لتاني نقطة اللي احنا هنتكلم فيها في عجالة وفي اختصار. جنودنا عملنا لهم قواعد في السودان ورميناهم هناك، حصل الانقلاب العسكري اللي زي حضراتكم شفتوه ده. دخلت فرنسا، اخذت جنودها بالطيران سالمين غانمين، دخلت كل، بدون ما اذكر بقى كل دوله بعينها، دخلت كل الدول اخذت جنودها فيما عدا الجنود المصريين في صوره كاد قلبي ان ينفطر لها، وهم اسرى، بمعنى كلمه اسرى، زي ما هنعرض لكم الفيديو دلوقتي. زي انتوا حضراتكم شفتوا المنظر كده، منظر جنودنا وهم متهانين ومتاخدين اسرى. ففي الواقعه بتاعت الجنود
يعني مين المسؤول؟ وليه ما قدرناش نحمي جنودنا ونطلعهم بره السودان وناخدهم؟ وللأسف مات منهم من مات وقتل منهم من قتل، والحمد لله نجا منهم من نجا، وندعو لمن نجا بالسلامة، وندعو بالرحمة لمن مات، وأن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ياخدنا ده للنقطة برضو الثالثة، وهي حادثة أو واقعة الجندي محمد صلاح. محمد صلاح البطل، الجندي البطل، انا في وجهه نظري الشخصيه بره اللي بيتقال على السوشيال ميديا وبره انه بيتقال، الناس انقسمت الى اراء، منهم مؤيد ومنهم معارض ومنهم شاف ان هو ساب مكان خدمته ومنهم لا، ده بطل. انا ارى ان وظيفته منع المهربين والمتسللين، ليس المهربين على وجه الخصوص وانما المتسللين على وجه العموم ايا كان. أدى دوره ببسالة ووقف قدام ناس ووقع 3 قتلى من إسرائيل وأصاب 2، وإحنا مش عايزين، طبعا دي قصة معروفة وشهيرة. ولكن ليه جندي زي ده لم تشيد له جنازة عسكرية مثلما فعلت إسرائيل؟ يعني إسرائيل شيدت أكبر الجنازات العسكرية للجنود بتاعتها اللي دي. ده الجندي محمد صلاح المقاتل البطل ده ليه لم تشيد له جنازة عسكرية حتى الآن؟ والدته ما شافتهوش، دفن سرا. هل هذا يليق بجندي مصري؟ هل هذا يليق بخير جنود الأرض؟ لو قلنا ده بطل فكان واجب علينا إن احنا نديله دوره وإن احنا نعمل له جنازة عسكرية. ولو قلنا لا ده هو ما تصرفش صح، فكان واجب نشوف مين المسؤول عن الحادث ونسأله. فمين المسؤول؟ هنأمن الحدود وهنزود كاميرات المراقبة وهنعمل وهنخلي، وما بنعملش. أقوال لا أفعال. وده ياخدنا طبعا للنقطة الرابعة والأخيرة، والحادثة اللي حصلت مؤخرا، سمكة القرش مع التي التهمت المواطن الروسي. برضه هنقول من المسؤول. يعني مين المسؤول يا جماعة؟ فين التأمين في الموضوع؟ وفين خفر السواحل؟ وفين المراكب اللي المفروض تنقذ؟ وفين سائح أجنبي؟ السائح الأجنبي هو بيدخل المكان ده بيدفع فلوس، في المقابل لازم يكون في تأمين. فين التأمين اللي حصل هنا؟ ده كلام انا اتكلمت في حلقة سابقة، انا عارف، وانا مش الموضوع ان انا بكرر، انا برضو بوصل لنقطة من المسؤول وأقوال لا أفعال. فالمفروض في سياج او شبكه حديديه او اخر حدود بتفصل بين الاسماك الضخمه دي. ازاي سمكه قرش تحتل مكان زي ده وتدخل؟ فين التامين وفين المسؤوليه؟ وازاي ده يحصل؟ حصل على مدار مثلا 20-30 ثانيه، نص دقيقه، وناس بلانشات وحاجات ومحدش عارف ينقذه. وبعد كده تضاربت الاقوال حواليه، ان هو مات، وان هو في بطن السمكه، وان لا دي السمكه اللي اكلته، لا دي مش السمكه اللي اكلته، لا ده احنا بعتنا قواتنا من هيئه البيئه، لا ده صياد عادي خالص ولا اصطاد السمكه. وكان موضوع كبير، والقنوات المصريه مكتمه تماما على الخبر. نفس الحادثه وقعت في مثل هذه الايام، وقلنا هنأمن وهنعمل وما أمناش. فأقوال لا أفعال. وحدثت السنة دي، هي حدثت على مدار ال6 سنين اللي فاتوا أكتر من 19 مرة، وحدثت السنة دي وقلنا هنأمن وهنعمل وبرضه ما أمناش. أقوال لا أفعال. في آخر الحلقة حابب أقول نتمنى إصلاحات عينية وليست إصلاحات كلامية. السائح اللي بيجي يستمتع، وكمان يعني السائح اللي بيجي يستمتع عندنا حق ان هو يستمتع، لانه بيدفع عملة صعبة احنا محتاجينها. ولكن انا برضو حابب اقول زي ما ده بيحصل، نتمنى محاسبة المسؤولين اولا، ونتمنى ان يعود الرفاهية اللي بيشوفها السائح الأجنبي في بلد غير بلده. نتمنى المواطن اللي هو قاعد في بلده ينال بنصف الرفاهية دي أو يشوف منها شوية. حنوا على المواطن المصري يا جماعة، والله ده غلبان، يا ريت يشوف شوية من الرفاهية اللي بيشوفوها الأجانب. إحنا بنبني ونعمر لغيرنا والمواطن مطحون دائما. أنا لا أعارض النظام ولا أعارض، إحنا عندنا قيادات حكيمة، عندنا جيش حكيم، عندنا قضاة حكماء، عندنا هيئات سياسية ورقابية حكماء، ولكن برضو هنوصل لنقطة يجب محاسبة المسؤولين قدام الناس، والناس كلها تعرف ان ده مسؤول غلط وتحاسب، وجي مكانه حد تاني يكلف بالمأمورية دي ويصلح، يشوف الأخطاء فين ويصلحها. اضغط على أي حلقة من حلقاتي مش هيطلع لك أي حاجة. فالهدف يعني القصة مش ربحية بقدر ما هي توعية.
احنا عايزين نوعي الناس، عشان كده انا بطلب منكم انكم تشيروا حلقه زي دي للناس تفهم وتعرف مين المسؤول، وتعرف ان في اقوال لا افعال، وياخدوا. ارجوكم شيروا الحلقه دي واعملوا لها لايك ووصلوها لاكبر عدد. ومش ربحيه، انت مش هتشوف اعلان على قناتي، مش المقصود الربح، المقصود التوعيه. وبكده تكون حلقه النهارده خلصت، واستنونا في حلقه بعد بكره ان شاء الله لو عشنا وكلنا عمر، وكل سنه وانتم طيبين وتصبحوا على خير.